ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنعمل معاكم النهارده الكبده الاسكندراني. انا معايا هنا نص كيلو كبده اهو. دي كانت في الفريزر فانا طلعتها قطعتها شرايح رفيعه خالص اهي، ورحت حاطه عليها شطفتها شطفه صغيره عشان كانت في الفريزر. لو طازه ما بتشطفش او ما بتحطش عليها اي حاجه. انا شطفتها شطفه بسيطه عشان كانت في الفريزر الدم مكتم فيه، وحطيت عليها معلقتين خل وقلبتها وسبتها عشان تنزل الدم بتاعها ده. هنجهز بقى ليه. اغسل ايدي بس واجيلكم. هنجهز دلوقتي. معانا هنا بصلتين كبار او 4 بصلات صغننين اهو، ومعانا هنا 3 قرون فلفل وقرن شطه اهو، ومعانا هنا حبايه طماطم صغير. معانا البهارات بتاعتنا: معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معانا هنا بهارات مشكله اهي، وذره صغيره من الورق اللورا والحبهان عشان الزفره بتاعت الكبده. انا هقطع الحاجات بتاعتي دي جوانح او طرنشات، طرنشات صغيره كده. ملحوظه: الرخامه اللي انا بقطع عليها دي بعد ما قطعت عليها الكبده غسلتها غسيل حلو، ورحت جايبه معلقتين خل. ولازم تغسلي الحاجه دي وراها كده. اي لحوم، اي دواجن، اي حاجه لازم تشطفوها بشويه خل. انا هقطع الخضار بتاعي ده كله وهجهزه وهجيلكم واحنا بنعملها ان شاء الله. الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تقولوا لنا على وصفات انتوا عاوزيننا نعملها لكم، وتدعمونا بقى باللايكات علشان المشاهدات بتاعتكم قلت، واحنا عاوزين نكبر بكم عشان يوصل لكم مننا كل جديد. انا هقطع الخضروات بتاعتي دي كلها وهجهزها وهجيلكم واحنا بنطبق بقى الحاجات دي بعد ما نقطعها. انا قطعت كل الحاجه معاكم اهو. دي الفلفل ودي الطماطم. الطماطم دي هنسيبها للاخر خالص. ومعانا هنا فلفل الوان متفرز في الفريزر عشان هنحط منه برده حبه عليه. هنيجي هنا على البوتاجاز. معانا اهو صينيه كبيره تبقى واسعه شويه وفيها شويه زيت. لازم الزيت يبقى سخن. هننزل بقى بالبصل بتاعنا ده بالراحه. بسم الله. ما انتش عاوزه تعمليها ببصل ما تعمليهاش، بس احنا بنحبها فيها البصل. انت لو مش عاوزه تعمليها ببصل بتحطي الكبده الاول وبعد كده تحطي الحاجات التانيه. البصل بتاعي انا هسيبه لغايه ما يدبل بس حاجه بسيطه. هرش عليه رشه ملح عشان يدبل بس، عشان ما يبقاش مقرمش معايا، عشان ما يبقاش باين في قلب الكبده قوي. انا هشوح البصله بتاعتي لغايه ما هتدبل، وهرجع لكم تاني اما تدبل عشان نحط بقى المكونات بتاعتنا ونعملها النهارده. هو غدا النهارده سهل وخفيف حلو. نعمله النهارده سندوتشات، وهنجيب من جنبه حبايه بطاطس شيبسي ومخلل، وهنعمل جنبه كمان سلطه طحينه. ولو عندك كاتشب حطي، لو عندك اي حاجه اهو تغيير. بنغير اهم حاجه نغير في نوعيتنا في الاكل علشان العيال تحب يعني الاكل اللي احنا بنعمله، ما يبقاش الاكل بتاعنا كله مكرر. هشوح البصله بتاعتي لغايه ما تدبل وهرجع لكم تاني ان شاء الله. البصله بتاعتي دبلت معايا اهي. بوسع كده كل ده على نار عاليه، ما بهديش النار. بوسع كده احط البصل في الطرف وهاجي بالكبده بتاعتي. شوف الكبده نزلت الدم بتاعها ده. دي معلقتين الاثنين الخل، المعلقتين الخل نزلوا اهم وخلوا الكبده بتاعتي صافيه من الدم بتاعها الكتير. هروح حطاها في النص اهو على نار عاليه كده. الكبده ما بتقلبش فيها كتير عشان ما تتهرش مني اهو. هسيبها كده على نار عاليه. انا شايفين انا معاكم خطوه بخطوه اهو. مش هقفل الفيديو علشان الكبده لو زاد عليها في السيل بتلقاها تتشد. الكبده بالذات بكبرها خالص 10 دقايق على النار. بحركها بس كده بس افردها اهو. وهروح جايبه بقى البصل ده اطلعه الحواف كده اهو. انا على الحواف فوق اهو، وافرد بقى ده. انتوا شايفينها النار عاليه، ما توطيش النار عليها عشان ما تنزلش ميه، عشان لو نزلت ميه هتحس بريحه الزفاره بتاعت الكبده. الكبده لو ما اتعملتش صح بيبقى لها ريحه زفاره اهو. انا ما بقلبش، انا بفرد بس علشان اللون بتاعها يغير معايا اهو. سامعين الصوت؟ مفيش ميه نزلت، كل اللي بتطش دي صوت الزيت. لو في ميه نزلت ما انتش هتسمعي صوت الطشه دي اهو. بدات تغير اللون بتاعها اهي اهو. بدا بعد ما كانت حمراء بدات تبيض اهو. بروح بادئه بقى اقلب عشان ما تتهرش مني اهي. هبدا انزل بقى بالفلفل بتاعي. احط برده الكبده في الطرف كده، ما نزلتش مني ميه
اللي نازل ده الزيت اللي انا حطاه اهو. هحط الفلفل بتاعي في النص برضو، وكان معايا فلفل الوان اهو كان في الفريزر. هحط كمان الفلفل الالوان بس ما هوش الوقت، عشان الفلفل الالوان كان في الفريزر ما بياخدش سايه، يا دوب بس ايه ياخد بس يشم النار. هدبل الفلفل بتاعي رخر اهو في النص كل دي، والنار عاليه ما توطيش عشان لو وطيت هتنزل ميه اهو. بحط تحت في النص اهو، وبجيب برضو دي احطها فوق كده زي ما انتم شايفين اهو. دي بتبقى احسن من كبده المطاعم كمان اهو. انا معاكم واحده بواحده لغايه الان، انا ما فصلتش الفيديو علشان اقول لكم هرجع لكم تاني. كل الفيديو شغال اهو عشان الكبده بتاعتي ما بتاخدش اي سي على النار اهو. هحط معايا كل ده لسه ما حطيتش بهارات. هحط الفلفل بتاعي على الصهد بتاع البخار اللي طالع ده علشان التلج بتاعه يفك اهو. لسه معايا الطماطم في الاخر. الطماطم بقى بتبقى ميزتها ايه؟ بتخلي الكبده بتاعتي كده جوسي وطريه، ما بتخليهاش ناشفه. هي حبايه طماطم واحده يعني حبايه لا تذكر، ماهيش كتير. معايا البهارات بتاعتي بقى شويه بهارات مشكله اهي، وذره صغيره من ورق الحبهان واللورا، ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح. هروح نازله بالبهارات بتاعتي في الاخر علشان لو انا نزلت بالملح على الكبده بتاعتي هتنزل ميه. كله على نار عاليه اهي. وتظبطي بقى في الملح بتاعي زي ما انت عاوز، ولو عاوزاها حاره احنا حاطين قرن شطه بس ما طلعش حراق قوي. انا عندي شطه في الفريزر هبقى احط سنه منها اللي انا ايه عاملاها في الفريزر اهو. كل دي والكبده على النار في ساعتها اهي، عشان لو زادت في الساي بتشد اهو. هروح نازله بقى بحبات الطماطم بتاعتي في الاخر. الكبده بتاعتي ما بتاخدش اي ساي معايا، هتيجي تحسبيها ما هتاخدش معاك 10 دقايق كمان. شوفي مدة الفيديو اول ما نزلت الكبده ما هتلاقيهاش خدت 10 دقايق اهو زي ما انتم شايفين اهو. بس الحبات الطماطم انا عاوزاها ايه ماهيش لا مستويه ولا هي طريه، يعني يا دوب تاخد ايه تتبيله بس بسيطه. الكبده بتاعتي هتبقاها استوت وهتبقاها ايه ما فيهاش دم. انا هطلع لكم واحده من الكبده اهو وهتيجي تفتحها من جوه. شوفوا ما فيهاش دم ولا حاجه من جوه زي بره. الكبده ما بتاخدش ساي، لو سويتها وشوفي بتتقطع معايا اهي. لو زادت في الساي بتشد معاكي وما بتتقطعش معاكي كده بالمعلقه زي ما انا بقطعها اهو. انا الكبده بتاعتي خلصت. الكبده بتاعتي ايوه الكبده بتاعتي خلصت، ايوه الكبده بتاعتي كده خلصت. كل الالوان حيه فيه، الفلفل لونه ظاهر، الفلفل الالوان لونها ظاهر، الطماطم لونها ظاهر، كل حاجه ظاهره معايا اكنك انت حطها فريش. هي خدت تتبيله بسيطه هطفي عليها وهنعمل بقى دلوقتي البط الشيبسي وهوريكم الاكل النهائي اما نخلص. خلصنا الاكل بتاعنا النهارده. هي اكله بسيطه وخفيفه بس احنا زهقنا كل يوم من الطبيخ فاحنا بنجدد في الاكل بتاعنا. عملنا معاكم بطاطس الشيبسي اهي وسلطه الطحينه بتاعتنا، ومعنا العيش بتاعنا اللي هو الجميل بتاع الفرن. عايزه تجيبي عيش كايزر بتبقى جميله بالعيش الكايزر. هنعمل بقى السندوتشات بتاعتنا الجميله. عايزه تاكلها كده تغمسيها بالعيش براحتك. الاكل معاكم اهو، ويا رب نكون بننال اعجابكم دايما، ويا ريت تدعمونا كده باللايكات وترفعوا القناه. احنا عاوزين القناه بتاعتنا تترفع علشان احنا نتشجع ونعمل معاكم كل حاجات جميله. ارفعوا لنا القناه واضغطوا لنا اللايك وادينا كومنت حلو كده يشجعني، ويا رب يكون الاكل بتاعنا كله بيعجبكم. ومع السلامه.